اكلتنا النهارده اكله عاديه جدا، مكوناتها بسيطه قوي قوي قوي. هنسميها، هنقول ان احنا معانا النهارده صينيه بطاطس بالصوص الابيض، ونشيل كلمه الصوص الابيض عشان ما نتلخبطش، هنقول معانا بشاميل خفيف. هيبقى معايا النهارده بطاطس مهروسه، حطيت معاها حته زبده، وحطيت معاها جبنه وملح وفلفل ابيض، وهرستهم مع بعض كويس جدا. جبت معايا صدور فراخ قطعتها شرايح بالشكل ده، ومعايا فلفل اخضر واحمر. وطبعا متاح هنا ان انا احط معايا اي خضار انتوا بتفضلوه، يعني مش هيبقى الفلفل بس، اللي عنده خضار تاني وعايز يزوده. معايا توم مهروس، ومعايا زي ما قلنا الملح والفلفل. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ احنا خلاص سلقنا البطاطس وهرسناها، حطينا معاها الزبده زي ما قلنا وحته جبنه. هنجيب معايا حله او طاسه على النار هتسخن، هنزل معايا بالثوم المهروس ده، هنزل بيه وهقلب لحد ما اشم الريحه. بعد كده هنزل بصدور الفراخ واقلبها واخليها تاخد معايا جزء من السوا. هخليها مع بعض شويه، هقفل عليها يعني واسيبها لما تاخد معايا لون واحس انها دخلت نص سوا مثلا. هنزل بالخضار اللي عندي زي ما قلنا، اي حاجه. انا هنزل بس النهارده معايا الفلفل الالوان، ممكن انتوا تضيفوا بطاطس، كوسه، اي خضار انتوا بتفضلوه ممكن تضيفوه مع الاكله ديت. هعمل البشاميل بتاعي، عايز اعمله بشاميل خفيف، مش عايزه يكون تقيل. هجيب الصينيه بتاعتي بعد ما الخضار بتاعي يستوي، هحطه في الصينيه. هنزل على الخضار بالصوص الابيض او البشاميل الخفيف اللي احنا قلنا عليه. هجيب البطاطس بتاعتي، هعملها كور كده يعني الشكل ده، هحطها على الوش. هيبقى عندي مثلا جبنه موتزاريلا او شيدر او اي حاجه من الجبن اللي احنا بنحطها في الفرن، هحطها على الوش وهدخلها معايا الفرن. هتاخد معايا اللون، لانه طبعا كل حاجه عندي مستويه، يا دوبك بس الجبنه بتاعتي هتسيح وتاخد اللون بتاعي، وهنخرجها وبالف هنا وشفا. وكده خلصنا ألذ واحلى صينيه بطاطس بالصوص الابيض. تسلم ايدك يا شيف محمود. كل يوم بقول لك تسلم ايدك الحقيقه، يعني لو اقدر اقولها لك 100 مره في الحلقه مش هتاخر. شيف محمود، احنا الاكله خلصت ولا ما خلصتش؟ هي تعتبر خلصانه، هي بس عايزه تاخد اللون بس، تتحمر بس. نطلعها نشوفها وندخلها كده. كانت عايزه دقايق، هي كانت داخله على لون اهي. بس هي دي الفكره. بقى عندنا صينيه بطاطس بالفراخ وبالبشاميل، بس بشكل جديد وطعم تاني خالص مختلف يعني. تسلم ايدك يا شيف محمود. هي ما تتحمر هتبقى، هو مفيش، هي هتاخد 5 دقايق 5 دقايق للتحمير بس. طيب نرجعها تاني عشان لما نطلعها، يعني انت عارف لازم تبقى خلصانه خالص. تسلم ايدك يا شيف محمود.